اكيد سمعت قبل كده من حد كبير جمله الموبايلات بعدتنا عن بعض، مع ان مدرس الانجليزي في الاعدادي قال لك ان الموبايل خلى العالم كانه قريه صغيره، فتبص لموبايلك وتلاقيه حبه عيني مش عارف انت شايفه ازاي دلوقتي. لو جيت سالتني انا بقى هقول لك ان الموبايل كان اختراع محير، بيفرق على حسب اللي ماسكه وطريقه استعماله ليه. الموبايل وهو في ايدي غير وهو في ايدك غير وهو في ايد جدك او والدك. انا اقصد ان كل شخص هو اللي بيحدد هو اللي يتحكم في موبايله ولا موبايله اللي يتحكم فيه ولاي درجه. لايك وفولو وتعالى اقول لك ازاي. في شخص بيفضل ماسك موبايله طول الوقت، فده في العالم الافتراضي فعلا عايش في قريه صغيره زي ما مدرس الانجليزي قال لك في الاعدادي. بس في العالم الحقيقي وده الاهم، هو نسي شكل واسم اي حد قريبه من الدرجه الثالثه فيما ابعد. وفي شخص تاني بيمسك موبايله نص ساعه بس في اليوم او اقل، جايب عده لمس عشان بس يقول الو، والشخص ده في العالم الافتراضي هو مش موجود اصلا. فبدل ما يعيش في قريه صغيره هو عايش في القطب الجنوبي وما يعرفش اي حاجه عن العالم، وكل حاجه تقريبا بعيده عنه. وده في زماننا الحالي برايي مش افضل حاجه. لكن في العالم الحقيقي الشخص ده عايش حياته بشكل فعال جدا مع اهله وقرايبه واصحابه وبيكافح على ارض الواقع. هنروح بقى للشخص الثالث واللي بيلعبها صح، بيلعب على الونجين، ولا هو مش ماشي مع التطور اللي بيحصل حاليا، ولا هو قاعد على الموبايل وعايش في العالم الافتراضي 24 ساعه. هو عارف قيمه الموبايل اللي في ايده، عارف يستخدمه ازاي وامتى، ويستخدمه صح في انه يسهل عليه حياته ويفيده باشكال كتير. بس في نفس الوقت هو مش ناسي ان في واقع لازم يثبت وجوده فيه. فده ولا هو عايش في قريه صغيره ولا هو منعزل في القطب الجنوبي، هو عايش وموجود في العالم بتاعنا دلوقتي. وعايزك انت بقى تكتب لي في كومنت انت انهي شخص من دول.